معظم الناس قاعده هنا بتربي طيور طبعا. طيب بصوا، احنا اليومين الجايين دول داخلين على فتره صيف، وفتره الصيف باينه كده من اولها ان هي داخله مش حلوه قوي معانا يعني. احنا بنهرب، العصافير مش هتهرب، لان العصافير قاعده محبوسه في القفص، اذا كانت في بلكونه، اذا كانت في سطح، اذا كانت في اوضه، فاحنا ما بنعرفش نعمل لها الموضوع بتاع الهروب من الشمس والحراره والكلام ده. فعايزين نقول بس ايه، في ناس مثلا بتربي اسطح وفي بلكونات. في حاجه مهمه جدا نخاف منها من الصيف، الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ده هو ان الحراره تخش المكان وتفضل محبوسه جوه من غير ما تطلع. اي حراره بتخش مكان، اوضه، بلكونه، اوضه فوق سطح، من غير ما تخرج، هي مؤثره تاثير سلبي على الطيور اللي موجوده جوه المكان ده. الاحتباس الحراري بيبتدي من المكان مش من العصفور. احنا عارفين ان العصفور بيجي له احتباس حراري، بس الاحتباس الحراري بيبتدي في المكان نفسه. طب انا دلوقتي مثلا عندي اوضه فوق سطح وعايز اعالج الموضوع ده، عشان انا بلاقي العصافير بتيجي في فتره الصيف بتفرهد. ابسط حاجه عشان الغي درجه الحراره او اقللها بنسبه 6 درجات او 7 درجات، باجي على الاوضه دي بعمل سقفين. ساعات الحاجات بتبقى مكلفه شويه، بس معلش ممكن تكون التكلفه دي اقل من ثمن عصفور موجود في الاوضه دي. بعمل سقفين. سقفين يعني ايه؟ الاوضه ليها سقف متعرشه خشب، بنل، صاج، مقفوله، ليها سقف، طوب، خرسانه، اي حاجه ايا كان. اجي فوق السقف ده واعمل ضليله، اسيب 20 سم، اسيب 20 سم من السقف واروح عامل ضليله ثانيه. الضليله الثانيه دي بتخلي الهواء يتحرك ما بين السقف الاولاني والسقف الثاني. طول ما في هواء بيتحرك ما بين السقفين دول، درجه الحراره جوه الاوضه نزلت 7 8 درجات. الفوم هيأدي الغرض والبنل هيأدي الغرض، بس في نفس الوقت انت لازم، ما انت لو انت مقفل الاوضه جوه وعامل بنل وعامل فوم وعامل كل ده على سقف واحد، لو انت مقفل الاوضه جوه من غير تهويه كويسه، من غير تهويه مظبوطه، لان لازم يبقى في مصدر دخول هواء ومصدر خروج. الشفاط شغال لازم يبقى في مدخل، لان في ناس كتير بتشغل الشفاط من غير مدخل. وبعدين في ناس بتعمل ايه؟ في ناس بتشغل الشفاط والشباك بتاع الدخول كده، يعني الشباك بتاع الاوضه كده اللي بيدخل الهواء، والشباك الشفاط بيخرج الهواء كده، ولا كانه عمل حاجه. الهواء اللي داخل في خط مستقيم وخارج في خط مستقيم. عندك الاوضه ليها 4 اضلاع، لازم الضلع اللي بيدخل الهواء يبقى موازي للضلع اللي بيدخل، لا يعني اللي بيخرج يبقى موازي للي بيدخل. الضلع اهو، يبقى اللي بيخرج اهو في الجنب، بحيث ان الهواء بيدخل من هنا بيلف في الاوضه ويخرج من هنا، او هو بيدخل من هنا ويخرج من هنا. انما انت لو عملت الشفاط قصاد الشباك، يبقى الهواء داخل من هنا وخارج من هنا، ما غيرش حاجه في الاوضه. الاحتباس الحراري موجود، لان هو المكان ده بس هو اللي بيخرج الهواء. الكلام ده مهم جدا ولازم نبقى فاهمينه علشان الاوضه كلها يتغير فيها الهواء. طيب يبقى احنا كده فهمنا ان الاحتباس الحراري عايزين نعالجه في الاوضه، والاوضه دي فوق السطح الشمس بتضرب فيها، يا اما نعمل سقف تاني. على فكره ممكن السقف التاني ده ما يبقاش حاجه مكلفه، انت ممكن تجيب قماش خيم وتثبت 4 عواميد على ال4 تركان بتوع الاوضه، وشد قماش خيمه وفي النص عليها شويه، بحيث ان الهواء اللي يخش من تحت القماش ده يبقى الهواء بيخش يبرد. انت دلوقتي عزلت الحراره، الخيمه عزلت الحراره عن السقف، الهواء اللي بيتحرك ما بينهم ده هو ده اللي بيخلص الحراره، بيكسرها. طيب طبعا العصفور اللي جوه الاوضه بقى اللي بيعاني من الحراره، زي ما كده قال الباشمهندس ماجد، احنا ما بنحبش نخلي العصفور نرش ميه.
العصافير ما عندهاش مسام زينا كده عشان تتنفس. العصافير بتتنفس من خلال الغدد عن طريق الفم. لما بتبقى الجو حر قوي بزياده بيعملوا ايه؟ يقف بيحاول يدخل هواء اكتر علشان يبرد جسمه. هنعمل ايه؟ الموضوع شديد قوي، الحراره شديده، ارش ميه رذاذ على خفيف من غير ما ابل ريشه، يعني رذاذ كده على خفيف، وما يكونش وقت الليل، يعني ما يكونش الساعه 4 العصر الساعه 5 العصر، بحيث ان العصفور يبات مبلول. العصفور اللي هيبات مبلول ده كاننا بالظبط دخلنا خدنا دش بهدومنا وقعدنا بهدومنا كده لغايه لما الهدوم نشفت علينا. ريشه مبلول، وهيفضل ريشه ده مبلول لغايه لما ينام. العصفور عين عايزين نرشه رشات خفيفه رذاذ، يبقى بالنهار قبل الساعه 12. طيب في حل تاني، نحط له حمامات ميه. لو القفص مساح، يعني القفص واسع ولا متاح انك تحط له حواض يخش العصفور يستحمى ويبل ريشه هو بنفسه، وبرده قبل الظهر، ما يبقاش بعد بالليل، عشان نتفادى ان العصفور يبات مبلول. نحط له حمامات ميه بحيث العصفور ايه؟ يهدي ريشه.